من هني بدت الحكاية. بدايتي كانت في كرة السلة تقريبا يوم كان عمري 6 سنين، وكانت بدايات طبعا كان الوالد لاعب، كان يشتري لنا حلق في البيت، كنا نلعب أنا وأخوي، فشوي شوي ويا السنوات لين ما تعمقنا في اللعبة وحبيناها. أول نادي انضمينا له طبعا كان الوالد يلعب في نادي النجمة وانضمينا لنادي النجمة. البداية طبعا كنت صراحة كنت واجد صغير، ما كانوا يلعبوني واجد، فكانوا يلعبوني تقريبا 10 دقائق. يعني كنت ألعب ويا ناس أعمارهم يعني فرق بيني وبينهم يمكن 9 سنين إلى 10 سنين. أول بطولة حققتها بعد انتقالي إلى نادي المنامة فئة البراعم. لعبت فاينل وضد نادي المحركان، خذيت البطولة. طبعا هذا أول شعور كنت أحس فيه إن خذينا بطولة أول مرة وكذي، وكنا صغار، فكنا مستانسين صراحة، وما كنت في يوم من الأيام أتخيل إن أقدر أجيب بطولات أكثر وأكثر. يعني أول مرة اختاروني للمنتخب كانت 2015 أو 2016. هالموسم كان عندنا بطولة خليجية في جدة. الحمد لله قدرنا بعد نحقق البطولة، أول بطولة خليجية خارجية بالنسبة لي. أكيد البطولة تعني لي الكثير، بطولة الأسياد مو بطولة صغيرة ولا سهلة. طبعاً إحنا بنحاول قدر المستطاع أن نقدم مستوى طيب، نتكاتف إيدنا بإيد بعض، وإن شاء الله قادرين نحقق مركز طيب إن شاء الله.